خدي يا عروسة تعالي حالفة النهاردة ان انا اشرفك قدام جوزك وقدام عيلة جوزك وقدام حماتك وقدام سلفتك الحربائية. مفيش حد احسن منك، احنا بنتنا احلى واحدة في الدنيا. جايبالكوا النهاردة بقى كوليكشن عبايات خليجي يا جماعة، هتخلي سلفتك تولع وهي قاعدة كده من جمال لبسك. يعني احنا بنتنا ما تلبسش اقل من حد ابدا. النهاردة ناوية باذن الله ان انا البسك احلى وافخم عبايات خليجي هتخليهم كلهم يتغاظوا منك. شايفة الجمال ده؟ انا هخليكي نازلة من طيارة ابو ظبي على عندهم على طول. شايفة الجمال وشايفة اللبس؟ هتلبسي العباية بس من هنا هتخليهم يولعوا منك من هنا على طول. ما تنسوش ان الفيديو ده كامل على القناة، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده. ويلا بينا نكمل الفيديو. ما تنسوش تقولولي انتوا بتتابعوني منين. شايفة العباية بقى الحمرا دي اللي هتخلي كده ايه سلفتك تولع كده من جوه. اللبس يا جماعة هناك تحفة تحفة تحفة. وكمان الأسعار عنده بجد خطيرة ورهيبة. شايفة جمال أصلا العباية عامل ازاي، ولا العبايات عندهم عاملة ازاي؟ عبايات خليجي 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 100%. وأصلا المحل ده وصاحب المحل خليجي. العبايات كلها تفصيلها والستايلينج بتاعها خليجي. طبعا هنا بقى تعبنا منال معانا، وعايزه اقول لها شكرا بجد، تعبتك معايا جدا والاستاف كله والله تعب معايا قوي. فبجد بشكركم جدا. ويلا بينا بقى نكمل العبايات السمرة مع منال. شايفين بقى منال جايبه لكم حبه عبايات سمرة مش هتلاقوها بره، هما بس رابطينها لكن هي العباية خليجي واسعة كده. شايفة الجمال؟ دي بقى انت تجيبيها ايه؟ تجيبيها دي هدية لحماتك. اه والله. طبعا يا جماعة حماتنا طبعا هي اللي جابت جوازاتنا، يعني هنشيلها على دماغنا. شايفة العباية دي بقى انتي تلبسيها كده يوم الصباحية وانتي نازلة لهم، ولا هم انتي خارجة لهم كده. شايفة الجمال يا جماعة؟ لا 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 لا، خليجية خليجية جدا. شايفة اصلا التفاصيل عاملة ازاي؟ تفاصيل العباية كانت رهيبة، وكمان اسعارهم حلوة جدا. انا هسيب لكم العنوان وهسيب لكم الرقم بتاعهم. بصوا بقى الستايل بتاع العباية، وشايفين انتوا بقى العبايات القطيفة اللي هي الجامدة قوي دي؟ شايفين الستايل بتاعها عاملة ازاي؟ بصوا وسعها عامل ازاي وحلاوتها. انا مشفتش كده. شوفوا بقى الستايل اللي جاي ده على طول. بصوا بقى انا مش هتكلم، انا والله طالعه عندي برد وتعبانه وعلى اخر رايحه للدكتور، بس قلت ولو انا لازم الحق كل عروسه عندي واخليكوا تلبسوا احلى لبس قدام عيلة جوزك. انا بحب اشرف عرايسي كده وبنات خالتي. بصوا بقى الجمال. بصي بقى انتي متخيله انتي لو لبستي دي كده ونزلت لهم ووريتيها لسلفتك، انتي متخيله هي هتعمل ايه؟ هتروح تتخانق مع جوزها على طول، تقول له شايف مرات اخوك لابسه ايه؟ شايف مرات اخوك عامله ايه؟ اشمعنى انا؟ طبعا احنا لازم ان كده ايه نخلي في سنس كده ونرف بينا كده. بصوا بقى الجمال. دي بقى هاتيها لمامتك، هاتيها ليكي برضك، تنفع ليكي لحماتك. ايا كان حماتك كويسه معاكي ولا لا، يعني برضك دي زي مامتك، فنقدرها ونجيب لها وخلينا احنا احسن. بصوا بقى دي عامله ازاي. بصوا بقى لما فردتها. بصوا الجمال. وبصوا اصلا يا جماعه الماتيريال بتاعه العبايات كلها خطيره. لكم معلش الاضاءه مش مبينه قوي بسبب الليد عندهم كان والانوار مع التليفون، فبجد غصب عني. بصوا بقى دي عامله ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ بصوا بقى انا جبتلكم المحل عامل ازاي، اسمه بيت الخليجي في حارة اليهود تقريبا. انا هسيب لكم العنوان بتاعهم بالتفصيل، وهسيب لكم الرقم بتاعهم، كلموهم. وكمان لو عايزين اي حاجة روحوا المحل وخدوا براحتكم وقولوا لهم ان انتوا تبع شيرين النادي. قول لهم بس انتوا تبع شيرين النادي وهم هيقوموا معاكي بالواجب وزيادة. بصوا بقى العبايات البيتي عندهم تشكيلة كبيرة قوي 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 من العبايات البيتي. وفي فيديو كمان هينزل بكرة او بعده للجزء التاني للمحل التاني بتاعهم. بجد بجد عبايات فوق الوصف بقى، عبايات مربوحة وعبايات الممثلين كلها انا جايبها لكم. انا بحب ادلع البنات اللي عندي واحب كده ايه اشهيصهم وخليهمش اقل من اي حد. انا اخليكم تلبسوا احلى لبس في الدنيا وكمان بأسعار خطيرة. شايفة بقى العباية دي كده؟ لو انت خارجة بقى مع جوزك كده في سهرة في رمضان بالليل، تلبسي بقى العبايات الفخمة الحلوة دي.
تكوني كده ماشية جوزك فخور بيكي، فخور بلبسك وفخور بحلاوتك، انتي اصلا جميلة من غير اي حاجة. عندهم كل التشكيلات اللي انتوا عايزينها، ومن كتر جمالهم انتوا هتحتاروا تجيبوا ايه. عندهم العباية البيتي قطيفة وصيفي، وعندهم العباية الخروج قطيفة وصيفي. وبس كده، متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده. سلام.